الشناوي اللي انا يعني بقول ارشحه رغم اختلافي معاه في بعض المواقف، لكن انا كنت برشحه اللي هو يبقى على الاقل يبقى حارس نمره 3 في منتخب مصر الاول مع حسام، لان ما ينفعش يعني هو فورمه عاليه جدا وموجود مع كابتن طولان. ما هو يعني كده. وانا عايز اقول لك حاجه برضو في طولان مع كابتن طولان، اللي في لعيبه ممكن تروح لحسام حسن. يعني انا في سبوت على الونش. الونش لو هو طبيعي بعد انتهاء وده هنتكلم عنه، بعد انتهاء كاس العرب خلاص هذا المنتخب هيكون تفرغ تماما، وبالتالي في عندنا منتخب الاول بقى بيستعد افريقيا، اكيد هينظر لعناصر من منتخب كابتن حلمي طولان. اساس اللي نافعنا في الموضوع ده اللي فيه وقت، اللي انت هتبدا 2 ديسمبر، هنا هيبداوا 22، هيبقى في وقت اللي هو ياخد بعض العناصر. انا اعتقد هو عينيه على ياسين مرعي والونش، والكلام ده وصلني من الجهاز. حد من الجهاز ياسين مرعي عليه سبوت والونش اكتر اتنين في الموضوع دون. واعتقد في زلاكه، في قطه، في مجموعه. ايوه بس هم بالظبط لا قطه كمان طبعا، قطه طبعا قطه في الحسبان. لكن انا بقول اللي دول اقرب اتنين للي هو للرؤيه، واللي هم ممكن يلعبوا اللي هو الونش. اذا اهلي زمالك هو نهائي تقليدي بالنسبه لاي بطوله، طبعا منطقي بالنسبه طبعا للجماهيريه طبعا والمتابعه طبعا، حماسي بين الفريقين لانه في النهايه جماهيري حساباتها هتبقى في سخونه هناك في ابو ظبي وهنا ايضا في القاهره، لكن ما فيش تقديرات، ما تقدرش تقول مين اقوى مين عنده كفاءه اكثر من مين، لانه الاثنين اساسا كانوا داخلين البطوله دي وجماهيرهم قلقانه عليهم. بالظبط، ده حقيقي. انا ما اقدرش لما تقول لي ملك التوقعات والكلام الجميل اللطيف اللي بتقولي دايما ده من 10 سنين قلت لي ملك التوقعات المرئيه، ده غير زي بتاع الثانويه العامه، فاكر؟ طبعا انا اطلقت عليك هذا. ايوه ده حقيقي. انا بقول بقى انت حسن المستكاوي في اللقطه دي معايا. اشكرك طبعا، وعايز ارجع تاني واقول ان ما يعني مباراه خارج التوقعات، لكن انا بقول لك ان كمان الاهلي اوضه اللبس مش احسن حاجه، الزمالك اوضه اللبس مش احسن حاجه، فبالتالي المباراه اللي هيتحكم فيها ايه؟ الجماهير. وعايز اقول لك على حاجه كمان، طبعا المباراه يوم الاحد، احنا قلنا الحد الجاي 5:30، وبعديها يعني في ماتش 6:30 السيتي ومين وليفربول، ضرب نار في ملعب الاتحاد مع السيتي. عايز اقول لك الحكم برتغالي لماتش مين بقى؟ اتعلموا اللي انا قلته. لو لاحظت، فاكر المره اللي فاتت من حوالي اللي هو السوبر، قلت انا عايز يا جماعه النهائي يبقى حكم اجنبي، وكلمت ناس في الاتحاد وكلمت لجنه الحكام، قلت لهم يا جماعه مباراه السوبر النهائي السوبر المصري يبقى حكم اجنبي، يا اما اماراتي برتغالي. يا حكم تجيبوا حكم اماراتي من البلد، يا اما بلاش مصري عشان ما يحصلش ايه اللغط اللي بيه، اصل الحكم الاماراتي بيشجع الاهلي، امين عمر مش عارف مين، انت عارف يعني عشان ايه. وايه المشكله؟ انت كده كسبت الجماهير. هو الحكم الرابع عموما في المباراتين بتوع النهارده من الامارات. ايوه بالظبط. الفار ده هم دايما على فكره، هو البنا قال لي كده، الفار مصريين، لكن الحكم الرابع كان من الامارات هنا وهنا بالظبط كده. فهو لازم الاساسيه المنظمه للبطوله، فلازم يدي للامارات حاجه كده. فالحكم الرابع، لكن هو الحكم النهائي هيبقى من البرتغال، واعتقد اللي دي من اولها ان الاثنين هيستريحوا وهيلتزموا بالتعليمات. كويس. محدش هيروح يعترض، محدش هيروح يقول لك اصل ضربه جزاء جت في ايده، لان دي كل واحد ملوش حسابات. برتغالي يعني ولا يعرف اهلي ولا يعرف زمالك، هينزل هو عايز ينجم نفسه. حكم اجنبي ولا اهلي زمالك مش فارقه معاه، لكن هو عايز يبقى نجم اللقاء، وده هيبقى عنصر مقنع جدا للعيبه في الملعب، هتأدي كل اللي عليها واكتر كمان. ومفيش هيركزوا في الكوره بس، مش هيركزوا على التحكيم. اللي يقولوا اصل الحكم نازل عشان يكسب فرقه، الكلام ده غير واقعي طالما حكم اجنبي.